ولد تشتمش، عيب، عيب. يعني عارف ان انا غبت وعارف ان انا اتاخرت وكل حاجه، بس بص، ايه رايك؟ حضرتش انت الستايل ده؟ الستايل ده ما قبل على القهوه. انا داخل مهاجر ولا ايه؟ عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا بصحه كويسه. والله صاحب الغياب ده هو سحلة شغل بس مش اكتر، يعني سحلة شغل وتنفيذ مشروع ان انا ارجع سلسله قهوه سنه من تاني وموشن بقى مكملين، فاهمني؟ مشروع شغال عليه يعني. بس هي الفكره كلها ان الوقت ذات نفسه هو اللي ضيق شويه، فاهمني؟ أم، ف الفكره كلها ان مفيش وقت، وفي نفس الوقت الصراحه برضه مش هكدب عليك، ساعات باجي اقول ان مفيش حاجه معينه عايز اقولها دلوقتي، مفيش حاجه جديده بتحصل محتاج ان انا اقولها. بس اول ما بدات تحصل حاجه جديده بدات ان انا اطلع اتكلم معاك. احنا بنكبر ولا ايه؟ بجد والله يعني احنا بنكبر ولا ايه؟ فاهمني؟ مش الموضوع بقى مرعب او مش مرعب. عارف انت فكره اللي هو انت في تغيير كده بيحصل لك مره واحده كده عن 23 سنه، يعني فاهم؟ بس انا دايما اسمع ان التغيير ده بيحصل وانت في سن ال 30، في الحتت دي. بس اول مره يعني عارف انت كمان عمال كده ابص للموضوع اللي هو في حاجه غلط، في حاجه غلط. فاهمني؟ مش السن ده اللي المفروض يحصل فيه الحاجات دي. فاهمني؟ هو الازاز ده عامل كده ليه؟ ثانيه واحده. مش السن ده اللي المفروض يحصل فيه الحاجات دي يعني. في حاجات كده. عارف انت لما مره واحده اللي هو انت بيبقى اهم حاجه عندك او اولوياتك في اليوم ان انت تصحى الصبح تشرب كوبايه القهوه بس، فاهم؟ في فطار ما فيش فطار، مش دي المعضله لو ما فيش قهوه، فاهمني؟ مثلا يعني انت عايز تعدي يومك كله بسلام بهدوء، لا عايز تعمل مشاكل مع حد، لا عايز اصلا تتكلم مع حد او تتناقش مع حد او تجادل مع حد، عايز تقعد في هدوء 24 ساعه، اي حاجه ليها حل عايز تخلصها. فاهم؟ حابب الهدوء، حابب السكينه، فاهم؟ مبقاش في حاجه عماله تبقى، مفيش حاجه بتبهرك. فاهم اللي هو انت فاهم انت اللي هو طب وبعدين يعني في ايه انا ما كبرتش قوي كده، انا لسه في صباح الفل. ولكن اللي جاي اقول لك في النقطه دي ان النقطه دي كويسه. قبل ما اكمل بس عشان في كذا حد اتكلم معايا في النقطه دي، انا عيني دايما بتروح يمين وشمال وانا بتكلم وكده، دي حاجه عندنا ما اعرفش اسمها ايه، او دي عاده اكتسبتها من وانا صغير برضك ما اعرفش اسمها ايه، بس انا ما بعرفش اقعد عيني ثابته في مكان واحد يعني، للاسف للاسف. يعني انا لما كنت بعمل سلسله قهوه سان طبعا في المونتاج وفي حاجات انا يعني بقعد اعيد الحاجه كذا مره لان غصب عني انا بتكلم الاقي نفسي عملت كده. انا كده حتى وانا قاعد بتكلم مع حد في الشارع او بتكلم مع حد عموما في اي حاجه لازم عيني تفضل تروح وتيجي. صعب قوي ان عيني تفضل ثابته يعني، دي مشكله عندي يعني. انا هقطع الحته دي انزلها ستوري عشان في ناس مش فاهمه الموضوع ده معايا. المهم آه نقطة ان انت تحس ان انت كبرت او ما بقاش في حاجة اللي هو بتثير اهتمامك، مفيش حاجة اللي هو عارف انت عادي، ايه يعني إيه المشكلة؟ لا عادي. مفيش حاجة بقت بتعصبك، بقت بارد قوي يعني، فاهم اللي هو ايه ده؟ في ايه؟ انت مش مركز في حاجة غير ان انت عايز تشتغل بس وتشوف الدنيا على ايه في الشغل وتعمل علاقات ولكن من غير نقاش، من غير جدال، من غير خنقة، من غير زعل، من غير ضيقة عارف انت فكرة برضك اللي هو ايه؟ انا هخش انام يعني انا متضايق، انا هخش انام يا عم، بكره يوم جديد هصحى الاقي ايه المشكله يعني؟ فاهمني؟ فالموضوع حلو ووحش. فاهم؟ الموضوع حلو ان انت بدات ايه تكتسب حاجات انت كنت محتاجها زمان، وبدات تفقد حاجات انت محتاجها دلوقتي في حياتك. معادله حلوه ووحشه في نفس الوقت. تمام. اشربوا ميه يا جدعان، ميه كويسه. فلما نيجي نمسك النقطه دي كويس هنفهم ان الموضوع ده افيد لك دلوقتي، او هو سلاح كويس جدا. ليه بقى؟ طب العقل طريق والقلب طريق. تمام. هتمشي في الطريق بتاع القلب العقل مش هيشتغل، هتمشي في الطريق بتاع العقل القلب مش هيشتغل.
الفتره، او ممكن اقول انا ما اعرفش هل ده فعلا التغيير الطبيعي او المنطقي في السن دوت اللي هو بيحصل لك ولا لا، ما اعرفش. فاهمني؟ ولكن لو مش ده التغيير المنطقي، او عشان انا بختار طريق العقل شويه، ف فممكن يكون ده اللي بيحصل، فما اعرفش. بس اللي عايز اقوله لك ان ده لو التغيير الطبيعي او المنطقي، فده حاجه جامده جدا. حاجه جامده جدا، معنى كلمه جدا ليه؟ انت هتدخل في مرحله بقى طريق العقل اجباري شويه شويه، مش دايما شويه. فحته طريق العقل اجباري شويه ديت هتفيدك قوي، هتفيدك قوي بجد. طب لو الموضوع ده مش منطقي ومش طبيعي، اجبر نفسك انت تخش في طريق العقل شويه، سيبك من الطريق بتاع المعلم ده شويه. انت محتاج عقلك شويه، محتاج مش شويه، محتاج عقلك كتير قوي في الشغل الفتره الجايه. محتاج ان انت تشتغل كتير قوي على نفسك الفتره الجايه، تتعلم، تطور مهاراتك، تطور من نفسك. فاهمني؟ كلام شويه شويه كلام تنميه بشريه، بس لازم يتقال حاليا. فاهمني؟ بقولها كل مره وهرجع اقولها تاني، انت في زمن محتاج ان انت يكون عندك اكتر من سكيل. لازم يبقى عندك اكتر من مهاره بتعرف تعملها. ما ينفعش يبقى عندك مهاره واحده هي بس اللي بتعملها وشكرا على كده. مش وحش ومش حلو، بس فكره انت يبقى عندك كذا مهاره، ده شيء كويس. حاول تبقى مهتم بكذا حاجه بتحصل، مش حاجه واحده بس. تمام؟ مش صاحب بالين كداب، عشان لو تيجي تقول لي صاحب بالين كداب، لا عادي. صاحب بالين ممكن، صاحب ثلاثه ممكن يبقى هو اللي كداب. صاحب بالين مش كداب. صاحب بالين كداب مش كداب لو بيعرف يفرق بينهم، انما انت بتدخل لي كله على بعضه وتعمل لي كلكعه في دماغك وتيجي تقول لي اصل الدنيا دي، لا، ده موضوع تاني ده. فهي الفكره كلها زي ما بقول لك ابدا ان انت تختار طريق العقل دلوقتي جدا. حتى لو انت صغير مني، حتى لو انت اكبر مني، ابدا اختار طريق العقل من دلوقتي. لان صدقني هو الطريق ده اللي هينجحك. طريق ممل جدا جدا. كنت من يومين رافع ستوري وانا بصور القهوه الصبح انا بعملها، تحس ان هي دي خلاص الحاجه اللي في حياتي اللي لازم اعملها. لو ما اتعملتش انا يومي هيبقى بايظ شويه. لو ما عملتش القهوه، ما عملتش كوبايه القهوه بتاعت الصبح دي، يومي هيحصل له حاجه، يومي هيبوظ. وانا بعملها اللي هو الواحد فعلا. فرحت رافع التليفون مصور كنكه القهوه على البوتاجاز، ورحت كاتب عليها الواحد بقى ناضج وممل. اول مره احس ان الملل حلو. بجد بقى، انت فاهم؟ في ملل لذيذ، في ملل حلو في الموضوع. انا مش عارف انا ليه بجد مهايبر النهارده، ولكن هو اليوم النهارده كان جميل الصراحه. يعني صباحيته كانت حلوه. حتى نزلت اجيب فطار الصبح، كانت الدنيا مطرت وكده. انا بحب المطر جدا، والمطر في اول يوم دي خير ورزق كبير يعني. فادعوا يعني. ف ركز، ركز مع نفسك. ركز مع نفسك شويه، شوف الدنيا بتقول ايه، شوف انت هتعمل ايه. لان صدقني الجاي في حياتك لو انت ما عرفتش تعدله او تحله هيبقى صعب جدا. كان الشيخ ياسر الحزامي كان بيقول كلمة من شفتها في ستوري كده من فترة، كانت حلوة أوي الصراحة. كنت كاتبها هنا في حاجة، بس ماشي. كان بيقول لك ايه؟ كان بيقول لك فترة العشرينات دي كل ما انت ضغطت، شفت السوسته بتاعت العربية؟ كل ما انت ضغطت نفسك، ضغطت. فترة العشرينات، فترة التلاتينات هتبقى نطتك أعلى. كل ما تضغط نفسك كل ما نطتك هتبقى أعلى. اتعب 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 في العشرينات، ترتاح في التلاتينات، تلعب في التلاتينات. كان بيقول لك اتعب تتعب عشرينات، تلاتينات تلعب. طب لو جيت في العشرينات لعبت تلعب، هتيجي في التلاتينات تتعب. هي معادلة بسيطة جدا. معادلة بسيطة جدا. ارجع واقول لك حاجة تانية بسيطة في الاخر كده يعني. ما تستناش حاجة من حد. في معادلة حلوة قوي اتعلمتها برضه اليومين اللي فاتوا. اذكر انا قلت كلمة معادلة كام مرة النهاردة. انت بالنسبه للناس ايه؟ ولا حاجه، بني ادم. طيب الناس بالنسبه لك ايه؟ ولا حاجه، بني ادمين. انت بتعمل كل حاجه عشان نفسك، بتعمل كل حاجه ليك انت. اشوفك على خير يا صاحبي، يا رب تكون بخير دايما، ويا رب تكون تمام. سلام.